خوتي المغاربة السلام عليكم. من الواضح أنه كاين هنالك حملة قوية تقوم بها السلطات المغربية من أجل تضييق الخناق على ما يسمون بين قوسين صناع محتوى ترفيهي بالمغرب. هاد الأشخاص كانوا كيقوموا بأفعال هي منافية بدرجة أولى للأخلاق الإسلامية والأخلاق المغربية والعادات المغربية اللي توارثناها عن أجدادنا. آآ كيقوموا بتصرفات كينطقوا بكلام ممارسات صراحةً لا تستطيع أن تشاهدها رفقة الأسرة ديالتك. و والمسألة كان فعلًا يلزمها تدخُّل جراحي عاجل من أجل إيصال رسائل مهمة لكل شخص، لكل من يفكر بدخول عالم صناعة المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي، بأنه هنالك خطوط حمراء، وهنالك أمور لا يجب تجاوزها، وإلا سوف تنال عقابك وتطبّق في حقك عدد من المساطر القانونية. كيف راكم عارفين، ما نبغيش نذكر أسماء صراحةً. عدد من الأشخاص كانوا معروفين في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء في تيك توك أولا في انستغرام أولا في فيسبوك. كيقوموا بأمور اللي هي نخجل منها، ولكن حاليا دابا راهم في متابعة قانونية. والأمر ما خصوش يوقف عند هذا الحد صراحةً. يجب أيضًا محاسبة كل المنابر الإعلامية التي ساعدتهم أن يصلوا إلى ما هم عليه الآن. عدد من الميكروفونات، ما بغيتش نذكر حتى ميكروفونات، ولكن راه تتحمل المسؤولية كاملة، فأنهم كانوا وراء إشهار ونجومية هاد الأشخاص اللي تبلينا بهم، ومبقيناش البعض ولا كيكره السوشيال ميديا بسبب أنه كل ما كيفتح مواقع التواصل الاجتماعي كيلقاهم قدامهم. فيجب أيضا تضييق الخناق على هذه المنصات الإعلامية، وإجبارها أن تلتزم بعدد من المساطر القانونية، من بينها عدم توجيه الميكروفونات لأشخاص كيتضح أنهم ما عندهمش شي خلفية ثقافية أو خلفية تعليمية مهمة، عدم طرح أسئلة غير محترمة، عدم التدخل في خصوصيات الناس، بزاف ديال الأمور. إلا فعلا السلطات المغربية بغات تحارب هاد المؤثرين، فخاصها أيضًا تحارب هاد آآ المنابر الإعلامية الصفراء. صراحة كاين الصحف الصفراء كنا كنسمعوا عليها شحال هادي. حنا في المغرب تجاوزنا الصحف الصفراء، دخلنا شي أمور اللي هي فعلًا ما عندهاش لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمهنة الصحافة. وكل من تثبت بحقه أنه أساء لمهنة الصحافة عن طريق استقطاب هاد الأشخاص وإشهارهم، يجب معاقبتهم. وراكم لاحظتم مثلًا في هاد الأزمة اللي كانت وقعات ديال الاحتجاجات المغرب، شفتوا أنه أحد المنابر الإعلامية مشى لعند واحد الشخص يتضح من الوهلة الأولى أنه كان في حالة غير طبيعية، وأنه لا يصلح أنك تجري معاه لقاء صحفي، أو أنك تعطيه الميكروفون يتكلم، ولكن من أجل البوز ومن أجل الشهرة مشى لهاد المنبر الإعلامي اللي عنده وخلاه يتفوه بكلام كان من المفروض أنه يحذفه وما ينشروش. بالعكس شدوه وبارطاجاه، ولا داك الفيديو ديال المداخلة ديال داك السيد اللي كان في وضعية غير سوية ولا معروف، والنتيجة أنه تم اعتقاله. والأهل ديالو كلهم تأسفوا أنه ابنهم كان في وضعية غير طبيعية، تم استغلاله من قبل هذا المنبر الإعلامي، فتم معاقبة هذا المنبر الإعلامي وبعدة أمور، وتم معاقبة حتى هذا الشخص. نفس الشيء يجب أن يطبق أيضا على نفس بقية المنابر الإعلامية. نفس الشيء، إلا بغيتوا فعلا تمشيو في طريق صحيحة، فطبقوا القانون على الجميع، ماشي جهة وجهة لا. باش الساحة الإعلامية في المغرب تنقى شحال من شخص كيكون غير مجهول تماما في المغرب، غير معروف، حتى واحد ما مسوق ليه، عايش في واحد العالم ديالو بوحديتو، كيجي هاد المنبر كيعطيه الكلمة تيتفوه بشي كلام اللي هو
يعني غريب وعجيب تيتبارطاجا الكلام ديالو بزاف، لا غد لي تيولي مشهور. كدوز يومين 3 ايام كتلقاه هاد الشخص اللي كتمنى انك ما عمرك تسمع ليه مره اخرى، كتلقاه فتح قناه في اليوتيوب، فتح قناه في تيك توك، في فيسبوك، وبدا تا هو كيربح، عجبو الحال، صافي قلبوا لينا على منتف اخر غنبقاو نشوفوه كل نهار. هذا السيناريو يتكرر مع اكثر من حالة. فطبقوا القانون على الجميع، وأنا متأكد غادي تحققوا نتيجة إيجابية، وهذا الانحلال الأخلاقي على شبكات التواصل الاجتماعي غادي يقل بشكل تدريجي.